هاي بنات، ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير وانتوا بتحضروا فيديو النهارده. قبل اي حاجه، كل سنه وانتوا طيبين وينعاد عليكم دايما رمضان بالخير وبالصحه، انتوا كل الناس اللي بتحبوهم، ويتقبل منكم ربنا صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم. وما تنسونيش ابدا في الدعوات، اي وقت اجي على تفكيركم ادعوا لي اي دعوه. انا عارفه ان رمضان عليكم السنه دي متاخر، بس انا بصراحه سبت لكم اول اسبوع كده في رمضان تعزموا وتتعزموا، وقلت بقى لينا لقاء ان شاء الله في الويك اند في تاني اسبوع من الشهر الكريم. فيديو النهارده بقى فيديو مفيد جدا جدا، ومبسوطه قوي ومتحمسه ان انا هحط فوكس على براند مصريه جربتها بقالي سنه، فواثقه جدا جدا في التجربه بتاعتي، ومتحمسه زي ما بقول لكم ان انا انقل لكم تجربتي، ومستنيه كمان ان انتوا تجربوا واسمع منكم تجربتكم. وبجد مبسوطه قوي قوي انه انا هحط فوكس على البراند دي على الشانل عندي، لانه انا شايفه انها مهدور حقها قوي قوي، ومش معمول لها الفوكس اللي هي تستحقه للامانه يعني. فان شاء الله النهارده هتتبسطوا من الفيديو بتاع النهارده، وسبت لكم مقدمه محترمه، مده محترمه يعني، ان انتوا كمان تفوكس على بقي علشان زي ما انا كاتبه لكم في التايتل بتاع الفيديو، انه انا بتوفيق من ربنا الحمد لله الحمد لله ركبت تقويم الأسنان. فأنا عايزاكم تباركولي من كل قلبكم، لأنه ده حلمي بقاله أكتر من 15 سنة. وأيوة أنا واثقة تمام الثقة إن أنتوا من بداية الفيديو لغاية دلوقتي، ويمكن لغاية ما الفيديو يخلص أنتوا قاعدين جوه بقي بتشوفوا الدنيا فيها إيه. أنا واثقة من ده كويس قوي، لأن أنا كنت زيكم. كنت لما بشوف حد مركب البريسز بفضل قاعدة كده مركزة مستنيه يفتح بقه، مستنيه يضحك علشان اشوف الدنيا عنده جوه فيها ايه، لانه زي ما بقول لكم ده كان حلم عمري، حلم عمري. وكل ما كنت بقدم على ان انا اخد الخطوه دي، توفيق من ربنا بقى وقتها ما كانش ملازمني، ما توفقتش غير في الفتره اللي انا فيها دي. ويعني بشكر ربنا جدا جدا انه حققته بجد. مش هكدب عليكم، انا ما عملتش تيست كاميرا، فما اعرفش شكلي عامل ايه، هل باين مش باين، حلوة وحشة، ما اعرفش. بس يعني هشوف نفسي زيكم لأول مرة اون كاميرا وانا بعمل الايديتنج بقى بتاع الفيديو. بس بمنتهى الأمانة يعني ايا كان انا شايفة ايه او غيري شايف ايه I don't care، مع احترامي للجميع. انا كل اللي انا شايفاه هنا النتيجة النهائية اللي هوصل لها بعد يعني محاولتي الدائمة إن أنا أعمل البريسز أو أركب البريسز أو تقويم الأسنان. يعني مش هتكلم in details بخصوص الموضوع ده، هعمل له فيديو لوحده لما إن شاء الله هركب الفك السفلي، لأنه الخطة العلاجية أو أنا والدكتور متفقين على إن إحنا هنركب الفكين، وهركب الفك السفلي في نهاية الشهر ده اللي هو يوم 27/3. بعد ما اركب بقى هطلع وهعمل لكم فيديو وهقول لكم ليه انا ركبت وكل حاجه. بس لو في نصيحه هقدر اقدمها لكم دلوقتي، هو ان انتوا من حقكم ومن حق نفسيتكم، مش نفسكم، نفسيتكم، ان انتوا تبصوا في المرايه كده وتفتحوا بقكم وتضحكوا زي بالبلدي كده عندنا في مصر، وبتكركروا كده وترموا راسكم لورا من غير ما تحطوا ايدكم على بقكم او تبقوا مكسوفين من شكل اسنانكم. لو في صورة تضحكي وتفتحي بقك وتتبسطي قوي بشكل أسنانك زي ما الممثلين دلوقتي بيعملوا. أنا عارفة إنه الأسنان دلوقتي بقت عليها فوكس كبير جدا جدا، فلو عندكم أي مشكلة العضة مش تمام، العضة مش تمام يعني الفك العلوي ما بيقفلش، الانطباق ما بيكونش مظبوط 100% على الفك السفلي، لو خلعين ضرس أو سنة وما ركبتوش مكانهم، لو حاسين انه في ازدحام في الاسنان، في نب مدفون، في اي حاجه انتوا مش راضيين عنها في اسنانكم، النهارده قبل بكره روحوا واستشيروا دكتور يكون متخصص في تقويم الاسنان. دي اهم حاجه، هو مش جاست دكتور اسنان وخلاص، لا، يكون دكتور متخصص في التقويم. وما تهتموش بقى لاي حاجه تانية. حتى فكره انه في ناس كتيره جدا، وانا وقعت في الدروب ده في الاول خالص اول ما ركبت، انه طب ازاي انا يوتيوبر وهطلع وهبقى مركبه البريسز وممكن حد يرمي كومنت كده ما يعجبنيش، بس امانه I don't care حرفيا. مش مهم مين الغبي سوري يعني اللي ممكن يحكم على حد
بيحاول يستثمر في صحته وفي نفسه عشان هو هيكون الأفضل بعدين، لأنه ده اللي أنا شايفاه، إنه أي حد هيعلّق ده إما هيكون شخص غبي، لإنه هو مش فاهم إنه فيما بعد الدنيا هتكون أفضل بكتير، أنا هابقى مرتاحة في ثقة واصلة لها عالية جدًا، أو شخص حقود بيرمي بُق كده علشان مش عارف يعمل نفس اللي أنا عملته. وعد مني إنه بس أركّب الlower اللي هو الفك السفلي، هاطلع وهاتكلم معاكم وهاخصص للموضوع ده فيديو، وهناخد وندّي مع بعض، ويعني إيه، أنا حابة فعلًا إن أنا أنشر الموضوع ده وأنشر وعيه لكل اللي بيتفرجوا عليَّ. فيديو النهارده بقى باكلمكم فيه عن منتجات مصرية، وحطوا تحت مصرية دي 100 خط بجد، لإنه في ظل الأسعار اللي بقت over أوي، أوي، الواحد بيدوّر على منتجات محلية يقدر إن هو يمد إيده كده جوّه بلده يعرف يجيبها، أنتم فاهمين؟ وفي نفس الوقت أسعارها هتكون حلوة، يعني إحنا بنعاني جوّه مصر من الأسعار اللي ما بقتش منطقية وما بقتش معقولة. لمّا بتكوني بتستخدمي product بشكل مستمر، لازم يكون الproduct ده على قد الميزانية بتاعتِك، أنتم فاهمين؟ ما ينفعش يكون كده إيه، رقم في الأحلام. مين هي الbrand المصرية اللي خطفت قلبي بقى لها أكتر من سنة، مش ليّا أنا بس، لأ ليّا ولبناتي، اللي هي الbrand دي اللي اسمها يا بنات ID Baby Care. ID Baby Care براند مصرية معمولة من premium quality. قبل ما أجرب البراند دي اللي هي ID Baby Care، المفروض إن أنا جربت براندز تانية وجربت كتير جدًا براندز مصرية، ومش بس المصري، جربت كمان الأجنبي. أنا جربت براند ألماني اسمها Offline، وموجودة على أمازون ويعني معروفة، ماشي حالها شوية، بس ما عجبتنيش زي ID Baby Care. المهم جرّبت بقى المصري، خلّيني أقول بقى الأسماء ويمكن أزعّل منّي ناس ويترفع عليّا قضية، يالّا بينا. جرّبت إيفا بتاع الأطفال. إيفا الأطفال ده حرفيًا بيرسول شامبو، وكنت بس أحطه على شعر بنتي ألاقي شعرها بقى شبه القنفد كده، وقف والشعراية نشفت وقصّفت وبقت شكلها غريب. جرّبت بندولين. بندولين ده حرفيًا دهن خنزير، أقسم بالله باحطه على الشعراية أبقى مخنوقة للشعراية. even الline بتاع الأطفال اللي هو كان بريحة الموز، أنا كنت باعشق ريحة الشامبو ده، لكن ده خلّى شعر بنتي الكبيرة اللي هي عمرها دلوقتي 8 سنين، شعرها يا حبيبة قلبي بسبب إن أنا خلّصت منه علب بسبب ريحته. يعني أنتم هتقولوا لي طَب العلب اللي خلّصتيها دي كلّها هل هو يستحق فعلًا؟ أقول لِك قسمًا بالله أبدًا، بس هو علشان ريحته حلوة، كان بيعمل أجواء كده في الشاور جميلة أوي. ده مخلّي شعر بنتي اللي هي باقول لكم عمرها 8 سنين، يا حبيبة قلبي شعرها كلّه مقصّف. للأمانة في براند تانية مصرية أنا سبق واستخدمتها وكانت عاجباني جدًا، جدًا، اللي هي بلانكي، بس ID Baby Care فيها ميزة مش موجودة في بلانكي. البراند دي عاملة حاجات خاصة بالhair care وعاملة حاجات خاصة بالskin care، أو يعني خلّينا نسميه skin care خاص بالأطفال. هي براند بتاعة أطفال، لكن أنا بعد أمّا شُفت الbenefits بتاعتها على شعر بنتي، حبيت جدًا، جدًا إنه الbrand دي أدخّلها في حياتي. أنا مع بنوتي التانية روفي قررت إن أنا أستخدم لها حاجة، أو فضلت أجرّب منتجات كتيرة أوي لغاية ما وصلت للbrand دي، وشُفت فيها إنها أفضل brand إنه أنا أتم وأكمّل عليها. اللي بيحصل إن أنتم عارفين إنه الbabies لمّا بيتولدوا إحنا بنسميهم إن هُم بيكونوا مولودين بشعر ولادة، الشعر ده بيُقع وبيطير وبيرجع يطلع لهم الشعر اللي بيكمّل معاهم لغاية العمر الطويل ليهم يا رب. لاحظت إنه بعد أمّا شعر الولادة بتاع روفي وقع، واستخدمت بالصدفة الbrand دي أول ما استخدمتها لقيتها في فتح الله market فجِبته. جِبته ليه؟ لإنه هناك في فتح الله قدرت إن أنا أشوف الingredients بتاعة الproduct، لقيت كمية زيوت طبيعية ما شُفتهاش في حياتي في أي شامبو تاني. الشامبو يا بنات فيه 11 مكون، 6 منهم زيوت طبيعية، هاحطهم لكم هنا علشان تشوفوهم وتركزوا فيهم، كلّهم زيوت طبيعية حلوة جدًا ومفيدة جدًا، جدًا للشعر، وخفيفة على فروة راس الbabies في المرحلة دي. وضيفوا بقى على مجموعة الزيوت دي كلّها البيوتين والبانثينول وفيتامين E والجليسرين، ومادة كده بتهدّي من فروة الراس. حاجتين كمان مهمين جدًا، جدًا مكتوب على الشامبو ده إن هو ينفع من day one، من أول يوم لnewborn تقدري إن أنتِ تستخدمي لهم الشامبو ده وأنتِ متطمنة جدًا، جدًا عليهم، ما بيأذيش العين أبدًا، عشان دي نقطة مهمة جدًا، ما بيحرقش العين، ما بيلهبش فروة الراس ولا الوش ولا الجسم ولا أي حاجة من الحاجات دي.
تاني حاجة مهمة إن هو خالي من أي chemicals، يعني أي مواد كيميائية أنتِ مش حاباها بتسمعي عن المخاطر بتاعتها، انسي الكلام ده مع الشامبو ده، ما فيهوش سيليكون، ما فيهوش بارابين، ما فيهوش أي زيوت معدنية. بعد ما شعر الولادة وقع بنتي بقت شبه الصبيان، وأنا ما باحبش الليلة دي، يعني أنا بصراحة من الteam بتاع البنات أكتر من الولاد، للأمانة مش هاكدب. كنت باشوف قدّامي كده عبارة عن راس ولد، فالموضوع كان مضايقني أوي، فاللي هو إمتى يا ربي هاعمل زعرورتين هنا، إمتى وهاحط توكتين وهالملم حبة الشعر كده زي ما بالملم أحزاني وآلامي، أنتم فاهمين؟ فجرّبت وكمّلت معاها في الشامبو ده، ولقيت الله أكبر بعد شهرين 3 الفروة بتملى شعر، فأنا لمّا شُفت كده قُلت إيه الجمال والحلاوة دي، لأ أنا هاكمّل معاها، وفعلًا شهر مع شهر مع شهر عمّالة الله أكبر بالاقي شعرها عمّال بيطلّع شعر كتير وبيعبّي فروة الراس كلّها، قُلت لا إحنا نُقف كلّنا وقفة هنا، أنا محتاجة أدخّل الbrand دي فيّا أنا شخصيًا، محتاجة أدخّلها في حياتي، فأنا بقى عايزة أتوسّع بقى، عايزة أشوف الbrand دي بتقول إيه، وكان أكتر حاجة محتاجاها هل هُم عاملين hair oil والّا مش عاملين، عشان لو هُم مش عاملين أنا قُلت هاغِش منهم الزيوت اللي موجودة دي وهاجيبها، لكن لو هُم عاملين يبقى كتّر ألف خيرهم، أنا أجيب المضمون، لقيتهم عاملين، دخلت من الpage خدت رقم واتساب، هابقى أسيب لكم كل أرقام التواصل أو طرق التواصل بتاعتهم تحت الفيديو ده، وقُلت لهم أنا عايزة المجموعة كذا. بالنسبة للoffer اللي أنا طلبته منهم أول مرّة كان offer اشتري 3 منتجات تاخدي منتجين عليهم for free، ده الoffer اللي هُم كانوا عاملينه أول مرّة أنا اشتريت منهم. الoffer ده يا بنات كان مكتوب إن هو ب467 جنيه شامل كمان المصاريف بتاعة الشحن، يعني ليلتِك كلّها شاكب راكب كده بس ب467 جنيه، يعني أقل من 500 جنيه كمان. الorder بقى كان عبارة عن إيه، كان عبارة عن الشامبو تمام، وكان فيه الhair mask والhair cream خلاص، والhair oil اللي already أنا كنت هاموت عليه وأجرّبه تمام، العبوة اللي كانت موجودة دي هي العبوة ال100 مِللي الصغيّرة تمام، ولوشن الأطفال والshower gel بتاع الأطفال. الزيت والشامبو top one في الناس اللي عندهم تساقط مش طبيعي، الناس كمان اللي من كتر التساقط لمّا ييجوا يوطّوا كده الفرق بتاع راسهم بقى واسع. أنتم فاهمين، يعني أنا الله أكبر الفرق بتاع راسي تكاد إنِّك أنتِ تكوني شايفة فروة الراس نفسها، من كتر ما أنا باخد الزيت وباحط منه نقط وبادلِّك أوي، أوي، أوي فروة الراس، وبعد كده بالبس الكعب الحراري، طبعًا كلنا عارفينه، باطوّل أوي، أوي للأمانة في الزيت، لكن الhair mask بتاع المجموعة دي ده قبل الشاور ب5 دقايق، الشامبو يا بنات أنا باحطه على الفروة بتاعة الراس وباسيبه، أثناء الشاور أنا باسيب الشامبو لإنه كلّه زيوت طبيعية وأنا عايزة فروة الراس والشعراية تستفاد بيها، مش من النوع اللي باحطه وهوب باغسله لأ، باحطه وباسيبه شوية محترمين. الكومبو ده كومبو أنا مسمياه كومبو السحر الأسود في إنبات الشعر، الكومبو ده رهيب وعلى تجربة وضمان وتحدي مع استخدامِك ليه المستمر الدايم، مش شوية وتقطعي، المستمر الدايم، استخدمي الكومبو ده وشوفي شعرِك هينبت إزاي، الbaby hair الجديد اللي طالع أنا لو كان ينفع أقسم بالله كنت بالصور وريتكم قبل وبعد. وانسوا بقى موضوع الزيوت الهندية والهري اللي اتضحك علينا فترة منه ده، وجربوا الكلام اللي باقول لكم عليه المضمون. تركاية بس للأمانة باحب إن أنا أذكر كل حاجة، الزيت والhair mask الاتنين دول زي ما باقول لكم بتستخدموهم مرة مرتين في الأسبوع، دول محتاجين بعد الاستخدام إن أنتم تحطوا أو تغسلوهم يعني بشامبو يكون فيه نسبة سولفات، يا إما تكون low خفيفة يا إما يكون سولفات يعني في الشامبو سولفات عادي، ليه يا هدير؟ لإن هُم فيهم نسبة مواد سيليكونية، أي نعم أنا بحثت عنها بنفسي ولقيتهم إن هُم أقل المواد يعني ترسُّب على فروة الراس، وهُم بس فكرتهم إن هُم بيضيفوا لمعان وتغليفة كده للشعراية، بس عشان لكي يطمئن قلبي، باحب يعني إيه أفهم المنتجات بتقول إيه وأتعامل معاها، وأنا باحب الbrand اللي تحترم عقلية المشتري، فهُم ذاكرين كل حاجة، الحاجات اللي ما عليهاش أي سيليكون كاتبين لِك 0 والحاجات اللي هُم
حاطين فيها سيليكون، مكتوب في الانجريدينتس ان فيها سيليكون. واخر ستيب في الهير كير اللي هو الهير كريم. الهير كريم يا بنات ريحته حلوه قوي، انا مخلصه العبوه completely. والهير كريم يا بنات خالي برضو من السيليكون والبارابين والزيوت اللي هي تقيله مش مستحبه، تمام. فده هتحطوه وتسرحوا بقى شعركم وتقعدوا بيه بقى يوم 2 لغايه ميعاد الشاور الجديد، وانتوا مطمنين ان الشعرايه معلهاش حاجه تقيله، معلهاش حاجه مضره، مفيش ترسب على فروه الراس، فده خطير. انا مخلصه من الشامبو عبوه تانية قبل العبوه دي، ودي جبتها من فتح الله ماركت، كانت نازله بعرض، كانت ب99 جنيه، بس انا اشتريتها ضروري قبل ما اطلب الاوردر، لانه قلت الاوردر هيتاخر عليا وانا يعني عايزه استحمى واحمي البنت. فطلبت دي من فتح الله، كان زي ما بقول لكم كان سعرها في الاوفر اللي كان موجود هناك ب99 جنيه. وبعد كده دخلت تاني على الواتساب نمبر اللي بقول لكم عليه، طلبت بقى ما قدرتش. الاوفر اللي كان موجود عبوتين وعليهم واحده فور فري، الاوفر بتاع 2 وتاخدي واحده فور فري كان عامل 258 جنيه، يعني ال3 عبوات شامبو بتمن 258 جنيه. وكان في اوفر تاني 3 وتاخدي عليهم 2. والهير اويل لازم يكون موجود عندي وستوك، لانه خلاص زي ما انتم شايفين اللي عندي قربت على الانتهاء، فقلت لا اضمن نفسي انه يكون معايا الستوك بتاعي. وطلبت اللوشن بتاعهم. عايزه اقول لكم ان البادي لوشن بتاعهم ريتش قوي قوي، ترطيبه ترطيب عالي جدا جدا، يعني انت وانت حاطه على ايدك وجسم البيبي هتكوني حاسه بالاكسترا ترطيب اللي هو بيكون في اللوشن ده. بصوا ده شكله مش بيدهن بقى، لا بصوا انا بفضل احطه كده وادعك ايدي واتك بقى في الحتت اللي هي يا عيني متدمره، ها والحوض جاي عليها جامد، انتوا فاهمين الحته دي، وطبعا عند الاكواع والبتاع ده. فبصوا نسبه الزيوت اللي موجوده فيه مش منفره، وفي نفس الوقت ترطيبه عالي قوي، وبيديكي الترطيب اللي انت بتكوني حاسه بيه من غير ما تبقي مزيته او متضايقه عاوزه تمسحي ايدك، يعني جبار. ده طول الشتاء مش طبيعي. ليا تعقيب علشان تكونوا معايا، انه البامب بتاعت الاولانيه غير البامب التانية، هم غيروا في الباكجينج حاجة بسيطة، بس هي نفس الانجريدينتس واحدة في الاتنين، ده اللي كان قبل كده وده الجديد. وبسبب ان هو ريتش قوي، انت بمبايه واحده منه بتكفي معاكي، يعني ما بستهلكش منه كتير قوي للامانه. والشاور جيل بتاعهم رهيب، وفيه الريحه اللي بحبها اللي هي ريحه الموز. ريحه الموز يا بنات من الروايح اللي انا بذوقي الشخصي بحبها جدا جدا في الشاور بتاع الاطفال، لانه بحس انها ريحه هاديه بتوصل للنوم. وعايزه اقول لكم انه سواء البادي لوشن او الشاور جيل برضو كل المكونات اللي موجوده فيه مكونات طبيعيه 100%. حتى البرفيوم، نسبه البرفيوم اللي موجوده في الشاور جيل اللي هي ريحه الموز، اعتقد انه مش يعني مش الاسانس بتاع البرفيوم، لا طعم او ريحه نكهه الموز اللي بتبقى موجوده، انتوا فاهميني. بالنسبه بقى للزيت، انا عايزه اقول لكم انه الزيت قد ايه لونه بيور، رغم انه هو مجموع زيوت ميكس كبير مع بعض، انتوا فاهمين. فده بيديني انطباع ان الحاجه معموله بنظافه، والعصر بتاعها او استخراجها معمول بنظافه ومتعوب عليه، غير بقى لما بتلاقي ان الزيت معكر وشكله ولونه اسود كده وحالته حاله. لا بصوا عامل زي الذهب اهو، حتى مهما ترجي فيه بصوا بيدي بابلز كده، التقل بتاعت الزيوت ما بيعكرش معاكي في الازازه نفسها. انتوا عارفين عني انا بمسك البراند وبمسك البرودكتس بتاعتها ما برحمهاش، ده انا كمان دلوقتي بقيت بفتح شات جي بي تي واقول له قول لي، واصور له الانجريدينتس واقول له كلمني. فاخر حاجه توصلت لها بالنسبه للباكج القديم والانجريدينتس القديمه والباكج الجديد وبالانجريدينتس الجديده للهير ماسك، انه القديم اللي معايا اعتقد انه ما بقاش موجود دلوقتي، كان فيه فازلين، الجديد ما فيهوش فازلين.
القديم ما كانش فيه الألوفيرا، الجديد فيه ألوفيرا، فده كان بيديني شوية شعور إنه الترطيب ده ما كانش كافي زي ترطيب الباكج والingredients الجديدة بعد ما شالوا الفازلين وحطوا مكانه الألوفيرا. حسيت إن تقريبا كده والله أعلم الفازلين ما كانش ماشي مع طبيعة شعري، لما شالوا منه الفازلين وحطوا الألوفيرا حلو جدًا. في حاجة هاقول لكم عليها بس أوصّل لكم فكرة إن هُم premium quality. بُصّوا، العلبة بتيجي معاها الغطا ده، تمام، علشان الproduct ما يتدلقش في الغطا الأساسي بتاع العبوة. أنا كمان مستخدماه أهو، هتلاقوا سحبة الصوابع موجودة، الختم بتاع الصوابع بتاعنا. مفاجأة بقى نهاية الفيديو للبنوتات الأمارات اللي حضروا معايا وكملوا لنهاية الفيديو، أنا قررت إنه يعني لما في براند تعجبني هدخل للبراند دي وهقول لهم إنه أنا ناوية أتكلم عن البرودكت بتاعهم، مش محتاجة منهم أي حاجة غير إن هم يدوني برومو كود، ديسكاونت كود ليكوا انتوا لما تحطوه وانتوا بتطلبوا الاوردر بس يجيلكوا ديسكاونت. ده اللي انا طالباه من اي براند هتعجبني بعد كده، فلو البراند وافقت كتر الف خيرهم هحط لكم الكود ده. البراند ما وافقتش هنهي الفيديو على انه البرودكت بس عجبني وانتوا اشتروه بقى من غير ديسكاونت. والشجاعه دي بقى خدتني ان انا تاني مره وانا بطلب منهم الاوردر وبعد ما طلبت وكله تمام وخلاص يعني بفلوسي وكله زي الفل، قلت لهم انا مش محتاجه منكم غير برومو كود يكون فيه ديسكاونت لطيف كده، والبنوتات اللي بتتفرج عليا وبتثق في كلامي بس يجي لهم حاجه تخفيضيه كده من الاوردر بتاعهم. وفعلا مشكورين جدا 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 استجابوا للطلب ده وادوني برومو كود او ديسكاونت كود هسيبه لكم دلوقتي على الشاشه. بخلاف ان في اوفر دلوقتي موجود بمناسبه شهر رمضان الكريم، انا علشان عامله لهم لايك للبيج بتاعتهم شفته بالصدفه قبل ما بصور الفيديو وخدت لكم سكرين شوت من الاوفر ده اللي هو اوفر شهر الخير. هتاخدي 3 منتجات، تطلبي 3 منتجات وهتاخدي 3 منتجات عليهم فور فري. ده الاوفر اللي موجود دلوقتي حاليا، اوفر شهر الخير. لو طلبتي 3 منتجات هتاخدي 3 منتجات عليهم هدية، وكمان في غسول وجه للمامز. ودي بقى انا بصراحة متحمسة جدا جدا ان انا اجرب الغسول بتاعهم ده، لان انا لما عملت زومن كده على الاوفر او الرسومات بتاعه البرودكتس الموجودة في الاوفر لقيت انه الفيس كلينزر اللي موجود اسمه ارتيف، وانا اول مرة بصراحة اسمع عن البراند دي، بس بما ان هم اللي عاملينها فانا واثقه ومتاكده ان الفيس كلينزر ده خطير، يعني حابه جدا جدا بالامانه ان انا اجربه، فان شاء الله هجربه قريب ولو عجبني فعلا هطلع اقول لكم عليه. المهم ده الاوفر اللي موجود دلوقتي، حاولوا ان انتوا تستفادوا منه، وبرده الشحن بتاعهم مجاني. لو عايزين تطلبوا اللي انا واثقه ان هم هيردوا عليكم بسرعه من خلال الواتساب نمبر اللي هسيبه لكم ان شاء الله تحت الفيديو. وبس كده، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو ويا رب يعجبكم، وما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو ده مع صحباتك وللمامز الجداد، واشوفكم دايما على خير بصحه وبعافيه. بحبكم.